ساكت باش ما نوض الصداع باسكو كنشوف دابا بزاف الناس كيبكيو والفلوس دوزنا كتار من هاد. تصريح خطير من وليد الركراكي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد خسارته من فرنسا، ويصفع فرنسا بسبب المنتخب المغربي. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات ديم مغرب، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، فبعض الإعلاميين قاموا بالاتهام على المنتخب المغربي وعلى قائدها أشرف حكيمي بأنهم باعوا المباراة لفرنسا، حيث صرح وليد الركراكي للإذاعة المغربية وقال: أنا حزين للغاية بعد خسارة المنتخب المغربي، كنت أتمنى من كل قلبي أن يتجاوز منتخب فرنسا ويتأهل إلى الدور قبل النهائي، ولما لا يتوج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ المغرب والكرة الأفريقية والعربية بأسرها. والله العظيم أنا حزنت حزنا شديدا وبكيت بحرقة من أجل المنتخب المغربي واللاعبين الذين بذلوا جهودا خارقة طوال الدقائق 90. يؤسفني جدا ويؤلمني أن البعض يعتقد أو يروج في منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات السخيفة بأنني سعيد بهذا الإقصاء المبكر، لكي يتبقى الإنجاز التاريخي الحقيقي مسجلا باسمي وحدي، وهو الذي فعلته مع جيل قطر الفاذ بوصولنا إلى المربع الذهبي كأول منتخب أفريقي وعربي في التاريخ. هذا الكلام عار تماما عن الصحة وغير صحيح إطلاقا ومرفوض جملة وتفصيلا، وأعتبره طعنة في ظهري، فأنا مغربي حر حتى النخاع، وأعشق هذا البلد العظيم وأموت في تراب هذا الوطن الغالي، ومصلحة المغرب والراية الوطنية فوق أي إنجاز شخصي أو مجد ذاتي زائل. كنت أول من يتمنى كسر رقمي القياسي والوصول إلى المباراة النهائية، لأن فرحة الشعب المغربي والملك والوطن لا تقدر بثمن، ومكانة المغرب الرياضية يجب أن تبقى دائما في القمة. ومن العيب أن يشكك أي شخص في ولائي وغيرتي على قميص أسود الأطلس الذي عشت طوال حياتي مدافعا عنه كلاعب وكمدرب، وسيظل حبه محفورا في قلبي. المذيع: ولكن يا كابتن وليد، الشارع الرياضي المغربي يغلي ومصدوم بشدة من هذا الإقصاء، والبعض من الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا اتهموا أشرف حكيمي ولاعبي المنتخب المغربي علنا وبشكل مباشر بأنهم باعوا المباراة لفرنسا بسبب قضية التحرش المثارة هناك في باريس، وأن الهزيمة جاءت كصفقة سياسية ورياضية من أجل التنازل عن قضية التحرش لأشرف حكيمي في المحاكم الفرنسية وعدم سجنه. فما هو ردك القاطع على هذه الشائعات وليد الركراكي؟ هذا عار كبير جدا وسقوط أخلاقي مدون على أي واحد مغربي يصدق هذا الكلام السخيف والمنحط والتافه. أنا أعرف أشرف حكيمي جيدا وعلى الصعيد الشخصي، وأعرف رجال المغرب ولاعبي المنتخب واحدا تلو الآخر، وعشت معهم في المعسكرات لشهور طويلة. إنهم رجال شرفاء ووطنيون يقاتلون من أجل إعلاء الراية المغربية والقميص الوطني، ولكن في هذه المباراة تحديدا لم يكونوا في أحسن أحوالهم البدنية والذهنية نتيجة الإرهاق والضغط العصبي الشرس. وهذه هي كرة القدم، يوم لك ويوم عليك، ولا يمكن لفريق في العالم أن يفوز دائما. من المعيب والمخزي طعن اللاعبين في شرفهم ووطنيتهم ونزاهتهم من أجل إشاعات فرنسية خبيثة تهدف إلى تدمير معنويات حكيمي وتشتيت تركيزه. وحكيمي لاعب عالمي مخلص لعب للمغرب باختياره وفضل تراب وطنه على إغراءات أوروبية كثيرة، ولا يمكن ل40 مليون مغربي أن يقبلوا هذا التشويه الممنهج لأبطالهم. المذيع: ما رأيك كابتن وليد في المطالبات الجماهيرية الواسعة والشرسة التي تطالب الآن بإقالة المدرب الحالي محمد وهبي فورا، وتناشد الجامعة الملكية بضرورة استرجاعك لقيادة المنتخب المغربي وإعادة الهيبة الضائعة لأسود الأطلس؟ هل حدث أي تواصل رسمي أو شفهي معك في الساعات الماضية؟ وليد الركراكي: أبدا على الإطلاق، لم يكلمني أحد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنا أقولها أمام الجميع وبصوت مرتفع وبكل صراحة: أنا أدعم محمد وهبي دعما مطلقا وبدون أي شروط أو تحفظات. أعتقد جازما وعن دراسة وخبرة تكتيكية أنه هو المشروع الجيد والمناسب جدا للمنتخب المغربي في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. الكرة المغربية تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار التقني
الفني والهدوء والصبر، وليس إلى العاطفة الجياشة والهدم وإقالة الأجهزة الفنية بعد أول عثرة أو خسارة مباراة في كرة القدم. محمد وهبي مدرب كفء للغاية وذكي، ولديه رؤية مستقبلية واضحة لبناء جيل جديد من الشباب الواعد، ويجب على الجميع من جماهير وإعلام حمايته وحماية طاقمه الفني بالكامل ليواصل عمله في بيئة صحية بعيدة عن الضغوط التدميرية. الخسارة أمام فرنسا ليست نهاية العالم، بل هي محطة للتعلم واستخلاص الدروس، والاستقرار هو سر نجاح المنتخبات الكبرى التي حققت الألقاب العالمية، وتغيير المدربين بكثرة لن يزيدنا إلا تراجعا وتشتتا. المذيع: إذن كابتن وليد، كيف ترى خارطة طريق المنتخب المغربي في السنوات القليلة القادمة تحت قيادة محمد وهبي، وما هي الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر الكرة المغربية لاستعادة ثقة الجماهير؟ وليد الركراكي: أمام محمد وهبي والمنتخب المغربي مشوار طويل وتحديات عملاقة وبطولات تاريخية تنتظرنا جميعا. أمامه أولا بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة التي سيحتضنها المغرب على أرضه وبين جماهيره المرعبة في عام 2027، وأنا أعتقد وأثق تماما أنه سيفعل إنجازا جديدا، ويفرح الشعب المغربي باللقب الأفريقي الغالي الذي ننتظره منذ سنوات طويلة. والأهم والأكبر من ذلك كله، أمامه المونديال التاريخي الأكبر، كأس العالم 2030 التي سيستضيفها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في حدث غير مسبوق للمملكة. ونحن في المغرب بفضل الرؤية السديدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والعمل الجبار والمحترف للجامعة الملكية برئاسة السيد فوزي لقيجع، نؤمن تماما أن بطولة كأس العالم 2030 على أرضنا وأمام شعبنا ستكون هي بوابتنا الذهبية والفرصة التاريخية للتتويج بكأس العالم إن شاء الله، وكتابة التاريخ بأحرف من ذهب. نحن نمتلك البنية التحتية والمواهب الشابة والعزيمة، وسنثبت للعالم أجمع أن أسود الأطلس يمرضون ولكنهم أبدا لا يموتون، وسيعودون أقوى وأكثر شراسة في المواعيد القادمة لتشريف الراية الوطنية وإسعاد كل المغاربة. المذيع: كلمة كابتن وليد توجهها للإعلام والمشككين والجمهور المغربي الوفي في نهاية هذا الحوار الساخن. وليد الركراكي: المغرب سيبقى دائما وأبدا عقدة صعبة في حلق كل من يحاول التقليل من شأنه أو النيل من كبريائه الكروي، ولن تفلح أي مؤامرة إعلامية رخيصة أو قضائية فرنسية خبيثة في كسر شوكة هذا المنتخب العظيم أو زعزعة استقرار الأسود. سنعود أقوى من أي وقت مضى، والوعد الحقيقي في المونديال القادم، حيث سيكون هدفنا الإطاحة بكل من وقف في طريقنا اليوم وحاول تشويه سمعة أبطالنا الشرفاء. والآن شاركونا آراءكم النارية في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بالفيديو لكي يصل لكل مغربي وعربي غيور على وطنه، واشتركوا في القناة لتتابعوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني ساكت باش ما نوض الصداع، باسكو كنشوف دابا بزاف الناس كيبكيو والفلوس دوزنا كتار من هاد. تصريح خطير من وليد الركراكي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد خسارته من فرنسا، ويصفع فرنسا بسبب المنتخب المغربي. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، واكتبوا في التعليقات ديم مغرب، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، فبعض الإعلاميين قاموا بالاتهام على المنتخب المغربي وعلى قائدها أشرف حكيمي